هي كوبايه كيلو الرز بياخد له حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص من اللبن. تمام. حطينا 3/4 الحله كده ميه. تمام. وسبتها تغلي، وحطيت طبعا حوالي 2 كيلو من الرز، او يجي كيلو ونص بصراحه، انا معيرتش بالظبط، يجي كيلو ونص. تمام. وبعد كده هسيبهم طبعا يستووا نص سوا في قلب الميه، لازم يستووا نص سوا في قلب الميه كويس. وبعد كده هنروح بقى حاطين له ايه، اللبن. بس الاول لما الرز يستوي يدوب نص سوا بس. ما بحبش الناس اللي بيعملوه يسووه في اللبن على طول، ما بيبقاش حلو والله، بيبقى معجن ومش حلو خالص، ومهما تعملي الرز بيشرب منك اللبن كله، ولو حطيتي له 10 كيلو لبن بيشربهم. وفي نفس الوقت ما بيبقاش حلو خالص، لازم تسويه زي ما انا هعمله بنفس الطريقه كده، نص سوا. وبعد كده بنضيف له اللبن. تمام. اهو استوى كده نص سوا اهوت، وبحط له اللبن. تمام. اهو. اهو بصوا، حطيت له كل كميه اللبن بالشكل ده. هفضل بقى اقلب فيه كويس عشان طبعا ما يلزقش في الحله وكده. وطبعا مهديه عليه النار. رز ولا احلى من كده. اهي بصوا. اهو. تمام. دايما ايديكي طبعا فيها عماله بتقلبي فيها على طول، والنار طبعا مهديينها ادام حطينا اللبن. النار تبقى بس واطيه كده شويه، ما تبقاش عاليه قوي. تمام. اهو. ده بقى نقلب فيه كده. النار هاديه ليه بقى؟ عشان ما يلزقش من تحت ويشيط منك او يتلسع منك او اي حاجه. بصوا. طبعا بنسويه زي ما قلت لكم نص سوا الاول في الميه، وبعد كده بنخليه يكمل سوا في اللبن. تمام. اهو. دي معانا كيسين كده من الفانيليا، حطيتهم طبعا عليه. الفانيليا دي بتديله طعم وريحه حلوه جدا جدا جدا. دي على حسب الرغبه، بس دي بتضيع زفاره اللبن بقى ولا اي حاجه، بتخليه طعمه حلو جدا وريحته حلوه جدا جدا. يا دوب بتحطي له رشه كده من الفانيليا، او كيس فانيليا او كيسين زي ما انت عايزه على حسب الفانيليا اللي عندك. تمام. اهو بتفضلي برضو تقلبي فيه كويس. اهو كده بالشكل ده. طبعا التقليب مستمر ليه؟ عشان بس زي ما قلت لكم ما يلزقش في الحله ولا يحصل له اي حاجه. تمام. يا طبعا الحله ما شاء الله كبيره وكانت مليانه جدا. اهي بصوا. ودي طبعا معلقتين زبده كده كبار، حطهم. دي زبده بلدي سايحه، عندك زبده بيضه ماشي، عندك زبده صفرا ماشي، مش عايزه تحطي برضو ماشي، عندك قشطه اوكي حطي، عندك كريمه لباني برضو حطي، مفيش اي مشكله. بس احنا بنحط له زبده بلدي بيخليه طعمه حلو جدا، وبيعمل له وش كده بيخليه طعمه حلو جدا، بتخليه طعمه مميز بصراحه. بصوا دي معايا معلقه اهي من النشا. هحط لها طبعا ميه ساقعه كده عاديه من الحنفيه، وافضل اقلبها كويس. عايزه تدوبيها في لبن ماشي، عايزه تدوبيها في ميه عاديه من الحنفيه ماشي، وتحطهم كده عليه. بس ما ينفعش تحطي النشا على طول. تمام. عشان ما تعملش تكتلات منك وتكلكع والكلام ده. تمام. لازم بتدوبيها الاول في شويه ميه كده، ميه ساقعه عاديه من الحنفيه، او شويه لبن ساقعين، وتروحي ضيفاهم بالشكل ده وتدوبيهم كويس في النشا وتروحي ضيفاهم. تفضلي بقى تقلبي فيها كويس. تمام. اهو يا حبايبي. اهو كده بالشكل ده. تقلبيه طبعا بالشكل ده كده اهو. تمام. بصوا. تدي بقى احط له السكر. انا حطيت له حوالي 2 كيلو سكر.
انتي بتفضلي تحطي السكر ده على حسب الرغبه. انتي بتحبيه طعمه ايه، مسكر قوي، يعني سكره مش كتير قليل كده. يعني السكر ده والملح والحاجات دي على حسب الاختيار وعلى حسب الرغبه. كل واحد ليه ذوق وليه مذاق يعني. بس هو الاتنين كيلو على اللبن عامه بياخدوا لهم حوالي كيلو سكر. تمام. بس قد ايه ريحته حلوه جدا، والزبده البلدي بتخليه طعمه حلو جدا وريحته حلوه جدا جدا بصراحه يعني. احلى من كريمه احلى من الكريمه كمان اللي بتحط عليه. تمام. اهو بصوا، افضل اقلب فيه كويس كده عشان نشوف السكر، لو في سكر لازق تحت ولا حاجه. بنحاول نقلبه كده مع بعض بالشكل ده. تمام. اهو. ندوره بقى طبعا كده عشان النار كلها تبقى طايلاه. وطبعا زي ما قلت لكم ههديه عليه النار خالص. يا دوب انا هظبط السكر بتاعه وانزله بقى ابتدي اغرفه معاكم. تمام. اهو. اهو كده بالشكل ده. طبعا ما بتنزلوش من على النار غير لما اتاكد شويه النشا اللي انا حطيتهم في الميه ودوبتهم في الميه وحطيتهم على الرز بلبن لازم يعملوا زي فقاقيع كده، اللي هو ايه، اللي هي درجه الغليان لازم يغلوا بمعنى اصح. لكن لو حطيتي النشا ونزلتيه على طول تلاقي الرز بلبن عامل صايص كده فيه زي ميه. تمام. ودي طبعا مكسرات اهيت، سوداني مجروش كده، وزبيب وجوز الهند. تمام. اهو. ابتدي بقى ارش عليها الاطباق كلها كده بالشكل ده. بصوا، ده على حسب الرغبه برضو. انا هزين شويه كده بالمكسرات وشويه اخليهم ساده. تمام. عشان اللي عايز ساده ياكل واللي عايز بالمكسرات مفيش مشكله. بس المكسرات بتخليه حلو جدا بصراحه يعني. اهو كده بالشكل ده. اهو بصي يا حبايبي، بزينه كله بالشكل دوت. اهو بصوا، اهو بصوا بالشكل ده. تمام. اهو بصوا قد ايه جميل وتحفه، حلو جدا، ريحته حلوه جدا وطعمه حلو قوي قوي. انصحكم كلكم بجد تجربوه بنفس الطريقه دي، والله هتعملوه كده وهتدعولي لانه حلو جدا. اهو بصوا. اهو بصوا، رز بلبن على اصوله، تحفه. الله الله الله. بصوا شايفين الجمال والحلاوه، تحفه، حلو جدا جدا جدا. الف هنا وشفا اللي شافه، الف هنا وشفا اللي هياكل. بصوا قد ايه جميل وحلو جدا. بصوا شايفين الجمال والحلاوه. بصوا، ولا احلى من كده. الله 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 الله، طعمه وريحته حلو جدا. طبعا زي ما قلت لكم انا زينت شويه بالمكسرات، وبقيته طبعا سبته ساده. تمام. هو لسه في اطباق تاني بس كلها ساده بقى، يعني ده بالمكسرات والباقي ساده.
يا رب الفيديو النهارده بتاعنا يكون سهل وبسيط عليكم يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. احبكم في الله يا حبايبي، مع الف سلامه.